سريعا كده عايز اتكلم على مباراتين امبارح، مباراه الاهلي وصن داونز ومباراه بيراميدز واورلاندو. بشوف في البدايه مباراه الاهلي وصن داونز، وجهه نظري ان كولر عمل اللي المفروض يتعمل في المباراه دي. الاهلي لعب بشكل كويس قوي قوي قوي، لعب بالشكل اللي يناسب المباراه دي. بشوف ان المباراه دي افضل مباراه للاهلي من فتره كبيره قوي، بغض النظر عن الاهلي بيلعب بخطه تبان ان هي دفاعيه، ولكن الاهلي كان بيلعب بخطه متوازنه جدا جدا. اللعيبه كانت قريبه من بعض قوي. كولر لو نلاحظ ان هو لاعب كل اللعيبه اللي عندها واجبات دفاعيه وتقدر تنفذ الواجبات الدفاعيه كويس قوي. حتى المهاجمين، يعني بشوف ان حتى لما فكر يلعب بهاف لعب بطاهر اللي هو بيدافع كويس قوي. جراديشار من الناس اللي بتدافع كويس قوي قوي، وبالمناسبه كان عامل مباراه كويسه قوي. امام عاشور طبعا من الناس نص الملعب اللي هو بيهاجم وبيدافع وعنده مجهود بدني عالي قوي، وبالمناسبه هو انا بشوف ان هو افضل لعيب في المباراه وافضل لعيب في الاهلي الفتره الاخيره دي كلها. عامل شكل النادي الاهلي بصراحه. نرجع تاني لكولر، انا بشوف ان كولر ادى مباراه هايله هايله جدا، بعيده عن كل المباريات اللي كان بيأديها اللي فاتت يعني. ولكن المباراه دي بشوف ان هو عمل الصح جدا. بشوف ان هو لعب بخطه 5-3-2 صريحه. بشوف ان هو لعب بكل المدافعين، كلهم يعتبروا مدافعين مساكين ما عدا محمد هاني. لعب طبعا بالعش باك شمال وهو اصلا مساك، لعب ياسر ابراهيم، لعب رامي ربيعه، لعب باشرف داري، لعب محمد هاني باك يمين. وشفنا في نص الملعب احمد رضا برضو واجبات دفاعيه، ومروان عطيه برضو واجبات دفاعيه 6 صريح. امام عاشور الوحيد اللي يعتبر كان بيهاجم شويه مع جراديشار، وكان كويس جدا جدا في التحولات بصراحه. يعني الاهلي كان واقف كويس قوي مضيق مساحات على سان داونز، وفي نفس الوقت الاهلي كان بيعمل التحولات بشكل كويس قوي ووصل للجون اكتر من كوره. يعني انا بتهيألي ان هو الاهلي وصل للجون اكتر من سان داونز. فانا بشوف عكس الناس كلها اللي انتقدت، وفي ناس كتير قالت ان كولر او سان داونز يعني كان وحش قوي في المباراه. هو سان داونز بقى له فتره وحش، والسنه دي على مدار السنه كلها وحش وكل حاجه، ولكن برضه يبقى هو سان داونز الخطير اللي بيعمل استحواذ طول المباراه وبيوصل للجون كتير. خطه كولر والاهلي واداء لعيبه الاهلي الرجاله بصراحه المباراه دي هم اللي خلوا اداء سان داونز وحش. سان داونز يعتبر انا وجهه نظري ما جاش المباراه دي. ولكن في مباراه عوده لسه الاسبوع الجاي، مش عايز الناس تفتكر ان الاهلي كده عمل كل حاجه والاهلي كده صعد رسمي. لا، الاهلي لسه ما صعدش يا جماعه. النتيجه دي مرعبه، نتيجه 0-0 دي نتيجه اخطر نتيجه ممكن تعملها بره ملعبك. بدليل ان انت لو انت رجعت للسنين اللي فاتت كنا بنشوف مباريات كتير كانت بتخلص 0-0 بره، وبنيجي هنا نتعادل 1-1 او بنخسر 1-0 او النتيجه اي جون بيجي فينا هنا الموضوع بيبقى صعب جدا. عشان كده بقول ان النتيجه دي صعبه، وانا عارف ان فريق زي سان داونز برغم ان هو بعيد عن مستواه الى حد ما، ولكن سان داونز خطير جدا حتى بره ملعبه، بيوصل للجون كتير، فهو معرض ان هو يجيب جون في اي وقت في المباراه. فلو الاهلي ما خدش حذره كويس قوي ممكن يجي فيه جون، وده هيبقى مشكله كبيره على الاهلي. انت كل ما يجي فيه جون هتبقى عايز تجيب جونين، فاهم قصدي؟ يعني انت دلوقتي لو جبت انت جون الاهلي لازم يجيب 2، لو سان داونز جاب 2 الاهلي لازم يجيب 3 وكذلك. فطبعا المباراه صعبه جدا على الاهلي. المباراه العوده انا وجهه نظري هتبقى اصعب من مباراه الذهاب، ولكن يبقى الاهلي بخبرته ان هو يقدر يخلص مباراه زي دي. ما ينفعش الاهلي طبعا يلعب بتكتل دفاعي او بخطه دفاعيه زي مباراه الذهاب. الاهلي الى حد ما لازم يلعب بخطه هجوميه اكتر، يبتدي يشغل الناس اللي بتهاجم. يعني انا رايي بن شرقي لازم يبدا مباراه زي دي، وانا رايي برضو ان طاهر هو اللي يبدا. يعني بن شرقي وطاهر وجراديشار وسام يبقى احتياطي، امام عاشور يبقى 10، احمد رضا ومروان عطيه، ويلعب بوجهه نظري برامي ربيعه واشرف داري، محمد هاني والعش برضو يلعب في نفس المكان باك شمال. عشان الاهلي لازم يباغت من الاول، الاهلي يلعب قدام 70,000 متفرج، وهو ده هيبقى مكسب الاهلي في لقاء العوده. الجمهور طبعا هيفرق جدا مع الاهلي، لازم ننزل الاهلي من اول مباراه يخلص، ما يديش فرصه لسان داونز ان هو يروح للجون او يعمل خطر على الاهلي. لازم الاهلي يبدا من بدايه الماتش بدايته القويه، لان احنا عارفين ان سان داونز فريق قوي ما بيخافش، ولكن احنا لازم نباغت الاول. يعني لازم الاهلي يباغت الاول ويقدر يجيب جون واثنين، يخلص المباراه بدري يريح نفسه، حتى عشان لو فرقه زي سان داونز جابت جون يبقى الاهلي مأمن نفسه كويس قوي وبجون واثنين وثلاثه، عشان حتى لو جه جون زي ما بقول طبعا يبقى برضه النتيجه تبقى في صالح الاهلي. بشوف ان هي هتبقى مباراه صعبه زي ما قلت. لازم الاهلي ياخد حذره كويس قوي ما يجيش فيه اهداف، لازم خط الدفاع يكون مركز جدا، لازم الخطوط كلها تبقى قريبه من بعض زي مباراه الذهاب بالظبط. مباراه الذهاب بصراحه هايله هايله للاهلي وهايله لكولر جدا جدا جدا.
كولر لاعب كل الناس اللي عندها واجبات دفاعيه وادوا بصراحه بشكل كويس قوي. ويبقى طبعا مباراه العوده هي الاصعب، وهي اللي الاهلي لازم يخلص فيها من بدري زي ما بقول. الناحيه الثانيه مباراه بيراميدز واورلاندو، بشوف ان بيراميدز بقى يعني عمل كل حاجه في الكوره. يعني بيراميدز كان بعكس سان داونز كان مستحوذ، ويمكن استحواذ سلبي ما كانش يوصل للجون كتير زي ما قلت، بسبب ان الاهلي كان واقف كويس قوي ولاعيبه الاهلي كانت بتلعب بروح وموتين نفسهم. لكن ماتش بيراميدز كان استحواذ، هو اللي بيروح للجون، ضيع اكتر من جون، كور سهله جدا ضاعت. لا اورلاندو اقل بكتير من بيراميدز. حتى صن داونز، حتى برضه بيراميدز جاب جونين وزي ما شفنا اتلغوا، هم بصراحه جونين غير صحيحين يعني، ولكن هو وصل للجون كتير جدا. وانا شايف ان ماتش العوده هيبقى صعب جدا على اورلاندو، ويبقى طبعا لازم يبقى في حذر من بيراميدز، ان طبعا الفرق الجنوب افريقيه زي ما احنا عارفين فرق ما بتخافش وبتلعب كوره، فسهل ان هي تجيب فيك جون، فانت لازم برضه تبادر. نفس نتيجه الاهلي في الذهاب هي نتيجه بيراميدز برضه، تعادلوا 0-0، فلازم برضه يقدر بيراميدز من اول مباراه يخلص جون واثنين وثلاثه. وانا احساسي ان بيراميدز الماتش اسهل شويه من الاهلي. بيراميدز اعلى، بيراميدز السنه دي بيقدم مستويات هايله جدا جدا. بيراميدز بصراحه عمل ماتش اكتر ممتاز يستحق الفوز. وانا بشوف ان بيراميدز السنه دي من اكتر الفرق اللي تستحق بطوله افريقيا، بصراحه اداء ممتاز من اول بطوله لاخرها. الاهلي يمكن كان مباريات كتير قوي وحشه، كسب وصعد، ولكن ما كانش بالاداء ده. الاهلي يمكن اول مباراه يعملها كويسه يمكن من ماتش العين، احلى ماتش الاهلي عمله ماتش سان داونز امبارح، ولكن طبعا نتيجه خادعه. لازم الاهلي يخلي باله جدا من مباراه العوده. اتمنى ان هي تبقى مباراه ما بين الاهلي وبيراميدز، لان وجهه نظري ان المباراه دي هتبقى اقوى مباراه، يعني اقوى ثنائي ممكن يلعب النهائي هو الاهلي وبيراميدز. هيبقى ماتش قوي جدا، الماتشين هيبقوا في مصر، وطبعا في الاخر هيبقى فريق مصري اللي خد البطوله. بشوف ان بيراميدز يستاهل السنه دي اكتر من بطوله. انا وجهه نظري يستاهل الدوري ويستاهل الكاس قدام الزمالك. اعتقد هيبقى ماتش صعب جدا على الزمالك، ملوش مقياس، ولكن بيراميدز الاقرب. بيراميدز ممكن يحقق الثلاثيه السنه دي في موسم استثنائي البيراميدز. ما اعتقدش ان هو ممكن يحصل تاني بالشكل ده، انه ياخد دوري وكاس وتشامبيونز ليج. هتبقى حاجه مفاجاه بصراحه، ولكن نتمنى ان احنا نشوف منافسه اقوى من كده، الزمالك يدخل مع الاهلي وبيراميدز، ونشوف منافسه اكتر على بطوله افريقيا من الثلاثي دول، وطبعا الدوري والكاس. ونتمنى طبعا الافضل للكره المصريه الفتره الجايه، ونتمنى التوفيق للاهلي وبيراميدز في مباريات العوده، ويصعدوا للنهائي زي ما بقول، ويشرفونا طبعا في بطوله افريقيا، وتبقى بطوله جوه مصر ان شاء الله.